كابتن محمد بشير لاعب ومدرب ذهب ضد. الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. يعني استفدت ايه على مدار فتره ممارستك للايكيدو؟ انا بقالي 5 سنين بلعب ايكيدو، وانا اساسا مدرب جيم. الايكيدو علمتني الهدوء، ازاي انا اكون هادي. الموضوع مش محتاج للقوه. انت عارف ان الجيم ودخول الجيم والالعاب دي بتديك قوه عضليه، فاحنا بنبقى شايفين ان القوه العضليه هي الحل ان انا ادافع عن نفسي برسمي بشكلي، ان انا اكون عامل بنيه عضليه. بس الايكيدو لما دخلت لعبت ايكيدو لقيت ان الموضوع مش محتاج كل ده. الايكيدو لعبه سلسه جدا. ازاي انت تستعمل قوه اللي قدامك، يعني لو هو فعلا هو اللي داخل بقى البادي بيلدينج ده، انت ازاي تستعمل قوته، ازاي هو داخل عليك انت تبقى في حاله هدوء تام. مش محتاج ان انا اتعامل بعنف، مش محتاج ان انا اتعصب، مش محتاج ان انا اخش بقوه هتاذيني، بالعكس. فاللعبه علمتني كتير جدا. ازاي انا اكون في حاله هدوء، وان انا داخل انا اللي استعمل القوه. كمدرب في الجيم حضرتك شايف ايه اللي ممكن العضلات اللي الواحد يهتم بيها في الجيم اللي ممكن يستخدمها في الايكيدو؟ هو الايكيدو مش محتاج الجيم. تمام. هو الايكيدو محتاج تساعد على اداء افضل. هو مفيش مانع خالص انك تكون بتلعب جيم وبتلعب ايكيدو. بالعكس، انت بتعمل ستريتش. هو كده انت محتاج البنيه العضليه الكويسه، مش محتاج البنيه العضليه انك الضخم جدا. بس حتى لو انت لاعب ايكيدو ضخم، يعني بتلعب ايكيدو وعندك بنيه عضليه كويسه، انت ما فيهاش اي مشكله خالص. بس الايكيدو محتاجه نفس، محتاجه انك ازاي تكون مركز وهادي. الفتنس، يعني الايكيدو مش محتاج الفتنس اللي انت تلعبه، ودي ميزه عشان لو حد سنه كبير مش محتاج ان هو يقول انا سن كبير او بنت او الكلام ده كله، وانا ما عنديش الفتنس العالي ان انا اقدر العب الكلام ده كله. او حد داخل، طبعا انت عارف الجيم بيبقى مهما كان بتحتاج برضو انك يعني انك تشيل وزن والكلام ده كله. محتاج يعني انك تكون مؤهل شويه الكلام ده كله عشان تعمل الايكيدو. بقى الميزه بتاعتها انك مش محتاجه الكلام ده كله من سن صغير لسن كبير. مش محتاجه. دايما اللي بيجي يلعب اي لعبه قتاليه بيبقى محمل نفسه هم، انا عايز العب عشان الفتنس. طب انا هخش، طب الفتنس بتاعي هيبقى عالي ولا الفتنس بتاعي هيبقى ازاي هدخل؟ لا، انا الايكيدو مش محتاج الكلام ده كله خالص. انا ببقى بالعكس، انا كده عايز ريلاكس. هكون انا شخصيه هاديه جدا. القوه بتاعتي هتبقى قوه داخليه مش قوه بدنيه. ودي اللي بتعمل سلام للنفس. الواحد بيبقى عنده سلام انا هقدر بالظبط يعني هدوء. انا ازاي هقدر اسيطر عليك باقل مجهود؟ هو ده اللي انا محتاجه. انا مش محتاج ان انا اسيطر عليك بقوه، لان القوه دي انت لو افترض انا مقابلك بقوه وانت لاعب ايكيدو وانا لاعب بادي بيلدينج، فاللي هيحصل عمليه عكسيه خالص، لان انا داخل بكل قوتي. فالتصادم اللي هيحصل انا كلاعب ايكيدو انا هقدر امتصه ازاي، وازاي هقدر اسيطر عليك. كابتن، شايف امتى الايكيدو تنتشر في مصر وتبقى معروفه؟ لا، هو الحمد لله الايكيدو ابتدت تعمل الصيد بفضل يعني ممدوح بكار، ربنا يكرمه يا رب ويزيده. الراجل ده فعلا زود اللعبه وعمل لها اسم وعمل لها قيمه عاليه جدا. ويكفي دخولنا الاتحاد، ويكفي ان في بطولات في مصر، ويكفي ان دلوقتي الحزام بقى معترف بيه. انت بيطلع لك كارنيه وبيطلع لك حاجه اسمها يودانشا. الكلام ده ما كانش موجود الاول. انت دلوقتي بقى تسمع ان في لعبه اسمها ايكيدو. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love. من لعيبه الايكيدو اللي موجودين معانا النهارده كابتن خالد حداد. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ايه الاخبار؟ الحمد لله. بقالك قد ايه في الايكيدو؟ انا بقالي سنتين بالظبط. سنتين برضو. انت كده ابتديت وانت عندك كام سنه؟ ابتديت عندي 29 سنه. ما قلتش ليه انت اتاخرت بقى؟ اصل في ناس دلوقتي ممكن يتفرجوا، دي من الحاجات اللي احنا برضو بنتكلم عنها النهارده، ان في حد ممكن يقول لك لا اصل انا عديت ال 26 مش كمان 29.
26 27 هو انا لسه هخش اتعرف على رياضه جديده، ايه اللي شجعك ان انت تخش تتمرن وتتعرف اكتر على الايكيدو؟ اول حاجه انا شفت السensei ممدوح في سيمينار، كان جاي مدرب ايطالي سيمو سينسي سيموني. كان عاملين سيمينار لتحسين الايكيدو في مصر هنا وكده يعني. فشفت السيمينار كله، عجبتني اللعبه وعجبتني ان هم ما بيعملوش اي مجهود واي ضغط من اي حد، ان هو يدوب ان هو بس بياخد الخصم في اتجاهه وبيغير الحركه عكسه. فعجبتني الفكره ان انا كواحد شبه الميه بالظبط، يعني انا بتحرك زي الميه بالظبط، فما بذلش مجهود في اللعبه. ابتديت اتكلمت مع سensei ممدوح، تواصلت معاه وابتديت معاه من بعديها على طول يعني بعد السيمينار ده. تكمل بقى يعني ان حد يخش رياضه دي حاجه، وان يكمل فيها مده طويله دي حاجه ثانيه. انت ايه اللي خلاك تكمل سنتين برضه في الرياضه دي؟ حضرتك انت بعد ما تخش اللعبه يعني بالظبط كده بتحس ان انت خلاص بقيت الايكيدو نفسه دخل معاك، يعني لايف ستايل معاك. انت داخل انت مش عارف، انت لازم تروح تمرين، ما بتوقعش تمرينه، كل يوم تاخد حاجه جديده. كل يوم المستوى بتاعك بيطلع احسن من الاول. تبتدي ترتيب الامور معاك كلها، تحس ان في اختلاف خالص في الاداء بتاعك. التوافق العضلي العصبي اللي انت بتاخده من بين جسمك، ان ازاي انت تحرك ايدك اليمين مع ايدك اليمين مع رجلك الشمال، والعكس الشمال مع اليمين. فبتاخد وقت. الحاجات دي بتلاقيها بعد كده خلاص اوتوماتيك، انت جسمك شغال زي المكنه بالظبط. And it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it both. Rotten into tears. You have my heart كان لازم ناخد رأي القوة الناعمة في الأيكيدو، والقوة الناعمة معانا النهاردة هي جهاد يوسف. ازيك يا جهاد؟ الحمد لله. ايه أخبارك؟ تمام الحمد لله. يعني جهاد بقالك قد إيه بتلعبي أيكيدو؟ بقالي 3 سنين. 3 سنين. بتلعبي حاجة تانية ولا دخلتي على أيكيدو على طول؟ لعبت قبلها تايكوندو، قعدت فيه فترة برضه، وبعدين دخلت مع بابا واخواتي يعني. عمي هو اللي بيدربنا. عمك هو اللي بيدربنا، وباباكي كان بيتمرن أيكيدو، واخواتك بيلعبوا ايكيدو وبتتمرنوا ايكيدو. ايوه. انتوا عايزين تعملوا ايه طيب؟ يعني ايه عايزين انتوا كده؟ تهيألي بقيتوا كلكم فاهمين بعض يعني. دي انا كده اللي فات ده كنت بهرج، بس لو هنتكلم بجد شويه تهيألي الموضوع ده قربكم من بعض شويه، وانتوا كلكم بتتمرنوا نفس الرياضه وبتلعبوا، وخاصه ان الايكيدو بيبقى فيه حته اللي هي التناغم. ايوه. فالتناغم الحركي العصبي الاسري بقى ايه اخباره؟ لا احنا في البيت كمان بنقعد نراجع مع بعض. وقت البطولة بنقعد نتمرن مع بعض ونراجع يعني وكده. جهاد استفدتي ايه من الايكيدو كاندي كجهاد؟ هو بما انك انت كنت بتلعبي تايكوندو قبليها، بس حضرتك استفدتي ايه من الايكيدو؟ انت استفدتي ايه من جوه؟ هو بيدافع عن النفس، و يعني بيخليني اعرف ازاي اتعامل مع اللي قدامي، وبيهدي كمان يعني. حسيتي ان حته ان انت بقيت عندك القدره في الدفاع عن النفس زودت من ثقتك بالنفس؟ بقى عندك ثقه اكتر يعني؟ كتير. هسألك سؤال كده، شايفه ان الايكيدو لعبه ممكن يلعبها بنات عادي وولاد، ولا هي لعبه بناتي بس او ولادي بس؟ لا هما الاثنين ولاد وبنات، وكمان بنات اكتر لانها بتدافع عن النفس وتخليك تعرفي تتعاملي مع الناس. وفي الشارع كمان بنات بتخرج كتير ايام دي، كمان دروس مدرسه كده، فلازم ان احنا نعرف ندافع عن نفسنا. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse.
people who have rooms of كابتن مصطفى مجدي هو مؤسس اكاديميه الصفوه اللي احنا موجودين فيها النهارده. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. كده انا قريت كده حاجه الاكاديميه للفنون القتاليه اليابانيه، صح؟ بالظبط. اشمعنى؟ يعني اشمعنى الفنون القتاليه اليابانيه وايه هم الفنون القتاليه اليابانيه؟ طبعا هي الفنون القتاليه اليابانيه اكتر بكتير من اللي معظم الناس في مصر تعرفها. المشهور فيها في مصر كان طبعا الجودو والكاراتيه، هم دول اقدم لعبتين موجودين. انضم ليهم طبعا الايكيدو. ليه بقى دول مع بعض؟ انا شايف ان هو الالعاب اليابانيه لازم يبقى ليها حاجه تضمها مع بعضها، لان هي مختلفه عن اي لعبه قتاليه ثانيه. لان الالعاب اليابانيه بشكل عام اختلفنا، سواء هي رمي او هي ايكيدو او هي كاراتيه، كلها في الاخر خالص بتعلم حاجه. في اخلاق، في انك انت تحترم الكبير، في انك انت تحترم عدوك. الحاجات دي كلها مش موجوده في معظم الالعاب على قد ما هي موجوده في الالعاب اليابانيه بشكل عام. بس يعني موضوع الالعاب القتاليه اليابانيه هي ثقافه برضه. طبعا، لان الثقافه اليابانيه في حد ذاتها ثقافه من الثقافات القديمه جدا والمحترمه جدا. لغايه دلوقتي احنا بنشوف الشعب الياباني شعب محترم جدا، وشعب عنده اخلاق وعنده ذوق وعنده فالحاجات دي كلها الاولاد الصغيرين، او ده يعني ده الهدف اساسا من الاكاديميه نفسها، ان انا عايز اطلع ناشئ عنده الايثكس دي، عنده الحاجات التربويه دي، ان انا بحترم الاخلاقيات، لازم يعني عارف يعني ايه كبير وعارف يعني ايه حد قديم. الحاجات دي كلها بنحاول على قد ما نقدر ان شاء الله في الاكاديميه عندنا هنا ان احنا نوصلها ونطلع نشء من اللعيبه ومن الابطال اللي عندهم الموضوع ده. اكيد ما كنتش هتحاول ان انت تجمع كل مجموعه الالعاب الرياضيه دي او الفنون القتاليه دي غير لو كنت بتمارس نوع منهم. بالظبط. انا بلعب جودو من اواخر الثمانينات في نادي الزهور. يعني كنت كابتن الفريق، وكنت الحمد لله حققت بطولات محليه واشتركت في بطولات دوليه. كانت شويه الدراسه والحاجات دي كلها بتمنع الواحد ان هو يبقى متواجد اكتر، لكن الحمد لله انا واحد من الناس اللي في المجال بتاع الجودو، والحمد لله الناس سمعتي كويسه والناس تعرفني، والحمد لله كنت بطل في اللعبه. فحابب ان الموضوع دوت ان انا اوصله بقى للاجيال اللي بعد كده. احنا كانت ميزه عندنا او ميزه موجوده دلوقتي من اولياء الامور او من الناس الممارسين الرياضه، ان بقى في اهميه واهتمام بالرياضه. زمان احنا كنا واحد بيلعب رياضه ممكن اهله نفسهم ما يعرفوش هو بيلعب ايه. فيعني مع الطفره اللي حاصله دي، فانا شفت ان احنا الاكاديميات الخاصه دي بتدي شويه تركيز اكتر على الولاد بالاعداد الصغيره، بالفكر بتاع حد عنده خبره اوريدي في المجال، ان هو يدي ويكمل الرساله اللي هو اتعلمها مع اولاد بخبرته بقى، بخبرته زائد العلم وزائد الحاجات اللي الواحد بياخدها معاه. يعني انت شايف ان ممكن الاكاديميات تطلع بعد كده اجيال يبقوا ابطال للاولمبياد؟ اكيد، وده الهدف من وجود المكان اللي انا عامله. انا باصص ان انا عندي مجموعه من الاطفال او مجموعه من الولاد انا شايفهم ان شاء الله بعد 10 15 سنه حد فيهم ما كانوش معظمهم بيلعب في بطوله دوليه، بيلعب في اولمبياد، وفي منهم ابطال وان شاء الله يحققوا. هي دي زي ما قلت لحضرتك في الاول، هي ميزه الاكاديميات الخاصه شويه، العدد بيبقى قليل فالتركيز على الاولاد بيبقى اكتر، الاهتمام بيهم. غير في الاماكن طبعا انديه كبيره، طبعا انديه كبيره طبعا ومعروفه، لكن مع الاعداد الكبيره فيها احيانا بيبقى التركيز قليل. ما بيبتديش يركز غير مع طفل شايف ان هو اوريدي عنده الموهبه، فبيبتدي يركز معاه. ممكن يسيب حد ممكن لو هو لعب معاه شويه او هو اداله شويه يبقى بطل اجمد كمان من اللي عنده الموهبه. كابتن مصطفى بشكرك، ويعني اشكرك على الفكره الجميله اللي انت شرفتوني ونورتوني النهارده. شكرا يا كابتن مصطفى. ميرسي جدا. Step your ass up. What you wanna do? And get your ass knocked down. What you wanna do? Get ready. What you wanna do? 3-6 Mafia, Mafia. Let's go. Yeah. We ain't playing. It's going down. Going down. Hit him with the right. We gon' hit him with the left. Hit him with the right. It's a fight. It's a fight. Head bust him. Head bust him. It's a fight. It's a fight. Head bust him. Head bust him. We gon' hit him. اللي انا شفته النهارده وحسيته ان الايكيدو هي نوع من انواع التفكير الايجابي اللي الواحد بيستخدم فيها دماغه لحاجه ايجابيه. وانتوا كمان خليكم ايجابيين، واللي عايز منكم يتفرج على حاجه او يسال عن رياضه معينه يقدر يبعت لنا على الفيسبوك بيج بتاعتنا سبوت اون سبورت. واشوفكم الحلقه الجايه وسبوت جديد. سلام عليكم.